اليوم انت تعمل ابيل دوفر، ولينا احنا النواب والولاة والمتداخلين في التنمية الجهوية لتنفيذ المشروع نبداو نجبهوا على المقاول باش يشارك. قداش عندك من مشروع حاليا موجود على سيد الوزير؟ نحكي معك كذا اللي كنت الكلام موجه هذا. حبس التوقيت بالله أنا. تفضل سي عماد واصل. كي نحترموا العباد ماذا بيا العباد تحترمنا اقل شيء، وين نحترمك برشا سيد الوزير فهمني، ونعرف اللي انت والله ممكن اخاك لا بطل في الوزاره هذه وعيب كبير اصلا. اما كي نحكوا ارقام ونحكوا حجج ومستعد نحاج اي واحد قدام الشعب التونسي حاليا في المجال هذا وبالارقام زاد ونحكوكم في واقع. دونك تحترمونا سيدي الوزير، والله نحترمك برشا ونعرفك اللي انت والله ممكن ان اخاك لا بطل في الوزاره هذيك، والناس الكل تحكي على اخلاقك. اما قسما بالله اكبر ظلم يصير للدوله هذه وقت اللي انسان يقبل منصب هو يعرف روحه ماهوش قادر فيه. انت تنجم تكوني فاعله في عديد الوزارات الاخرى، انت انسانه معناها متصالحه مع روحك وانك وعندك وطنيه كبيره برشا. اما الوزاره هذيك ما هيش وزارتك للامانه معناها بكل حب. وكي نقولوا الشعب التونسي ما يخدمش والشعب التونسي مش قاعد ينتج، واللي قلته انت في الواحد راهو الشعب التونسي ما توفرتوش الظروف والاليات للخدمه، لا المستثمرين توفرت لهم ظروف الخدمه ولا العباد اللي طالت بطالتهم الحاليه ما توفرت لهمش ظروف الخدمه. دونك اليوم احنا كي نغيروا العقليه وكي نخدموا على انه منطقه العمل في تونس يكون على الانتاجيه مش على تسجيل الحضور كوزارات ولا كادارات، وقتها تولي تونس قادره ان تتجاوز الازمه هذه.